ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ولادي النهارده كانوا عايزين ينزلوا ياكلوا بره، وقالوا احنا يا ماما هناكل طواجن بره النهارده. طاجن لحمه وطاجن فراخ بنحبهم قوي، شكل طعمهم بيبقى حلو قوي من بره. قلت لهم طب انا هبقى اعملها لكم، وان شاء الله هيعجبكم اكتر من بره بكتير، ولا هتتكلفوا تكلفه بره ولا اي حاجه. وكمان بقى طبعا المحلات كلها، كل سنه وانتم طيبين، المحلات كلها زحمه. ويعني ايه، عايزة أقعّدهم معايا في أي طريقة قُلت أعملها لهم من هنا في البيت، وهتشوفوا الطريقة وهتعجبكم إن شاء الله إيه، تقولوا لي رأيكم. قُلت بقى أعمل لهم طاجن لحمة، أحمد قال لي إيه: "لأ يا ماما أنا مش باحب طاجن اللحمة، أنا هاطلب طاجن فراخ." قُلت له: "لأ، وهاعمل لك برضه طاجن الفراخ." إزاي ومش إزاي، قُلت له: "ما لكش دعوة، أنا هاعمله لك ويا رب يعجبك." وفعلًا عملته له وعجبه جدًا، جدًا. بصراحة يعني كويس، يعني ندمت إن أنا ما عملتوش من بدري، أول مرّة أعمله له في البيت وعجبه جدًا، جدًا. قُلت بقى إيه، أعملها لكم أورّيها لكم بقى الطريقة كده ويا رب يعجبكم أنتم كمان. بُصّوا ما شاء الله جميل، عجبه أوي، أوي. قال لي: "يا ماما فعلًا طعمه حلو أوي وأحسن من برّه بكتير." كده بقى إيه، نسمّي الله ونصلّي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبتدي الطريقة كده مع بعض، وتكون سهلة وبسيطة وإن شاء الله تعجبكم. ولو أول مرّة تشوفوا قناتي يا ريت بقى تدعموني بلايك واشتراك، وأهلًا وسهلًا بالناس اللي نوّرونا جداد. يا رب القناة تعجبكم ونكون عند حُسن ظنكم. بُصّوا، طاجن لحمة ما شاء الله جميل جدًا، وده طاجن الفراخ، عجبهم أوي، أوي. إيه رأيكم؟ شكله جميل وطعمه أحلى كمان بكتير. بُصّوا، قطع الفراخ كده إيه، جميلة يعني بُصّوا، جميل أوي، وسهل وبسيط ما خدش معانا وقت خالص. كده نسمّي الله ونبتدي كده الطريقة مع بعض. هنا حطيت معلقتين سمنة علشان نعصّج بقى اللحمة المفرومة. حطيت معلقتين سمنة وفرمت بصلتين كده في الكبة، علشان إيه، اللحمة كنت طلّعتها بقى تفُك شوية، بس ما لحقتش تفُك أوي. قُلت مش مشكلة، عقبال بقى ما أعمل بقية الحاجة، أعصُر القوطة وكده، وتكون البصلة إيه، اتشوّحت، تكون هي فَكِّت أكتر. هنا بقى إيه، هاعصّج اللحمة، أحُط البصلة كده تتشوّح شوية، أول ما تصفَر كده، أبتدي إن أنا إيه، أحُط اللحمة المفرومة، نشوّحها شوية كده في السمنة لحد إيه، لونها ما يصفَر. هابتدي بقى أعصُر القوطة عقبال ما هي تبتدي كده تصفَر. أجيب قوطة كده وأعصرها وأجهّز إيه، عقبال ما نخلّص حاجة التانية تكون خلصت. وأعمل برضه شاورما الفراخ، هنعملها مع بعض. بُصّوا ما كانتش لسه فكِّت أوي، قُلت مش مشكلة كده إيه، أفكِّكها شوية على النار، علشان إيه، مستعجلة طبعًا، ما أنا إيه، ما كنتش عاملة حسابي بقى إن أنا أعمل لهم كده. قالوا بقى إيه هناكل من برّه وكده، قُلت لأ، أعملها على السريع أنجز وقت كده بسرعة. هنا بقى فكِّكتها شوية أهي، أحط بقى ملح وفلفل أسود عشان إيه، تبقى متّبلة كده وتتعصّج بسرعة. آدي الملح وآدي الفلفل الأسود، وأقلّبها تقليبتين، وأسيبها إيه على النار كده 5 دقايق، هتكون اتعصّجت وبقت زي الفل. بُصّوا هنا بقت إيه، خلاص كده أهي اتفكّكت واتعصّجت وبقت جميلة. ما رضيتش بقى أحُط معاها قوطة، قُلت كده، كده أنا هاحُط قوطة إيه، مع المكرونة. بُصّوا أهي، هنبتدي بقى نعمل إيه، شاورما الفراخ. عندي كده قطعتين بانيه، طب قطّعتهم كده إيه، وقُلت أعملها لهم بقى، ما أنا كنت هاعمل له بقى مكرونة وبانيه، قال لي: "لأ أنا عايز طاجن." اتصرّفت بقى وقُلت إيه، أعملها له كده على السريع. حطيت طاسة وحطيت معلقة سمنة صغيّرة كده، أو معلقة سمنة على زيت ما فيش مشكلة. ورُحت إيه، حطيت بقى قطّعت حتتين البانيه اللي موجودين وقطّعتهم وعملتهم بقى إيه، شوّحتهم كده على النار مع شوية توابل شاورما. شاورما الفراخ دي جميلة أوي، عملتها لكم قبل كده وفعلًا عجبتهم. بُصّوا من ساعتها بقى وأنا باجيبها على طول. هاشوّحها كده شوية أهي، بُصّوا كده استوت أهي، دي شاورما الشاورما دي توابل الشاورما اللي باقول لكم عليها من my way برضه، جميلة أوي وطعمها حلو وريحتها جميلة، بتخلّي الفراخ طعمها حلو أوي. بُصّوا كده هاشوّحها بقى كده كمان تقليبتين كمان كده، أول ما تبتدي تستوي هاطفي عليها، ونبتدي بقى إيه، نعمل الطواجن مع بعض. أهي كده داخلة على سِوَى خلاص. يا ريت بقى لو وصلتِ معايا لحد هنا ما تنسيش تحطّي لايك عشان الفيديو يترفع ويشوفه أكبر عدد ممكن.
يا رب كده القناة تكبر بيكم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم والقناة تعجبكم. هنا بقى إيه، أحط شوية ملح صغيرين علشان التوابل برضه إيه، يعني مت مت متملحة شوية يعني مش كتير، هاحط شوية صغيرين. وطبعًا إحنا طبعًا متبلين البانيه برضه، كنت هاعمله بقى بانيه، قُلت إيه أحط كده حبة صغيرين مش كتير، عشان مع المكرونة هتدينا برضه إيه الحُدْق هنبتدي بقى نشوحها كده مع بعض وإيه ولحد ما تستوي، وبعد كده نحط بقى الإيه المكرونة في الطواجن، هنشوف كده مع بعض. بصوا أهي كده استوت خلاص، كده اديها تقليبة بس كده، اطفي عليها بقى. نبتدي بقى ايه نعمل الطواجن مع بعض كده. خلاص اهي بصوا كده الطواجن بقى، هنزل الشاورما فيها واللحمه المفرومه الاول كده، هنرصها مع بعض. ده ايه الطاجن الصغير كده، عشان ايه احمد عايزه فراخ، قلت اعمله له بقى هو كده. هنزل له بقى الشاورما كده في الارضيه الطاجن. بصوا ونبتدي بقى نرصها كده بحيث ان هي تبقى متساويه كده على قد ما نقدر. ودي بقى اللحمه المفرومه برضو هنعمل نفس الكلام، هنرصها كده في ارضيه الطاجن ونسويها على قد ما نقدر. حطي بقى الكميه اللي انت عايزاها. بس ما شاء الله جميله فعلا وطعمها حلو قوي، وطلعت حلوه وشكل وطعم جميل قوي. بصوا هتسويها بقى كده علشان طبعا ايه لما نقلب الطاجن تبقى متساويه. حطي الكميه اللي تعجبك واللي تناسبك. قسمتها بقى على دولت على 2 الطاجن دول. الطاجن ده اللي هو ايه كبير شويه دوت. حطيت برضو شويه كده وقلت ايه عشان تبقى متساويه. هجيب بقى ايه المكرونه. بصوا اهي هنحطها نية، هتستغربوا انها نية بس هي هتبقى جميلة جدا وهتستوي وتبقى جميلة قوي. بصوا بجد طريقة سهلة وحلوة قوي وجميلة، وطلعت فعلا نتيجة حلوة جدا. انا كنت بصراحة قلقانة ان انا احط المكرونة نية واقول ازاي هتستوي كده، بس بقى ايه في الفرن استوت جميلة. بصوا هنا بقى عصرت شقوطة كده حلو. طبعا ايه القوطة هنا مش تقيلة لان هي اللي هتسوي المكرونة، فما تعمليش القوطة تقيلة قوي، اخلي ايه تبقى خفيفة كده شوية، يبقى فيها نسبة مية كده سايلة شوية، علشان هي دي اللي هتسوي طبعا المكرونة معانا. طبعا احنا في العادي بنسلق المكرونة بمية وكده، لكن دي طبعا ولا سلقنا ولا اي حاجة، فدي اللي هتسويها. طبعا بقى ايه عندي بقى ايه معلقتين كده صلصة مكرونة، قلت ايه علشان دي طبعا مش متسبكة ولا اي حاجة، احط كده معلقتين 3 كده حلوين على كل طاجن، علشان طبعا القوطة مش متسبكة، فدي هتديها طعم حلو قوي، وفي نفس الوقت اللون والتسبيكة بتاعت القوطة كده هتتسبك تبقى حلوة. جربوها وقولي رأيكم، طريقة فعلا جميلة جدا وحلوة وسهلة وما خدتش معانا وقت، ودخلوا الفرن وخلاص كده. بصوا يعني بجد طريقة حلوة قوي قوي. هنا بقى هغطيهم بورق فويل علشان يستووا كويس، ولما يستووا هشيل ده من عليهم، في ما يستوي احس ان الوقت يعني استووا فيه، هشيل ده من عليهم عشان ياخد وش من الفرن كده، من الشواية او من الفرن. اهو بصوا دخلتهم الفرن وطلعوا ما شاء الله، بصوا الشكل جميل جدا. هنقلبهم بقى كده. بصوا جميل اللحظة الحاسمة. بصوا الحركة دي جميلة جدا. اما تقلبي الطاجن كده هتلاقي الشكل والطعم جميل جدا وشكله حلو قوي. ده اللحمة، ده طاجن اللحمة. بصوا شكله جميل وفعلا تقدميه، يعني لو عندك ضيوف ولا اي حاجة هيشرفك وهيعجبهم، وشكلا حلو قوي والطريقة حلوة. وده بقى طاجن الفراخ بتاع احمد طبعا. ده بقى قلت ايه اعمله كده من الجناب شوية عشان ايه ينزل متساوي برضو، علشان ما يعذبنيش بقى في النزول. التاني كان سخن جدا، وده برضو قلت ايه افتحه كده من الجناب علشان ينزل متساوي. بصوا احلى حركة بقى ان انتي تقلبي الحاجة كده وتلاقيها متساوية وحلوة. بصوا الله
الله، 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 على الريحة جميلة، جميلة والطعم أحلى كمان. يا رب بقى فيديو النهارده يعجبكم، وما تنسوش اللايك والكومنت الحلو منكم وتقولوا رأيكم، ويا ريت لما تعملوها تقولوا لي رأيكم فيها. سهلة وبسيطة وهتعجب ولادكم، ولو عندك عزومة هتعجبهم إن شاء الله وتشرفك في أي وقت، وما خدتش معانا وقت خالص، وجميلة وأحسن من بره بكتير. اللايك الحلو بقى والكومنت الحلو بتاعك علشان أعرف إن الفيديو عجبك. ما تنسوش اللايك. بصوا، الله، الله، الله. ده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.